السلام عليكم اخواتي في فيديو جديد لنهار اليوم. كما راكم تلاحظوا معايا اليوم جيتكم بوصفة المشوك الحلويات العيد. المشوك كامل يحبوه وكامل يحبوا يديروا الوصفة تاعو. اليوم جيتكم بها، شوفوا كيفاش يجي معانا بالوصفة والطريقة اللي راح نديرها اليوم. تبعي معايا الطريقة، راح يخرج لك بهذه الطريقة. شوفوا يعني كيفاش يخرج. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بلايك. وبسم الله نبداو. نجيبو طرف تاع زبدة 250 غرام زبدة، 5 حبات نتاوع البيض، نص كاس سكر ناعم، نص كاس شوية تاع كاوكاو. كنت يعني صيرته من الكاوكاو الخشين اللي كنت حمصته، يعني ما خليتوش حمار، حمصته في الكوشة غير شوية، خليته بيض وطحنته خشين ونحيت له هذاك الرقيق اللي راكم تشوفوا فيه في الكاس كما راكم تلاحظوا. وخمرت الحلوى، يعني 2 باكيات خمارة تاع الحلوى ولافاني، مغرف صغيرة تاع لافاني. ودرت 2 بيضات كاملين تاع بيض كما راكم تشوفوا، ونضيفوا لهم 3 صفر، والبياض نحتفظوا به نستعملوه من بعد. نديرو بيضتين و3 صفر. وهنايا راح لي المقطع ضفت لافاني، مغرفة لافاني، ونص كاس نتاع السكر الناعم، سكر كلاس. ونجي نخلط باليد تاعي، خلط المكونات الزبدة والبيض وسكر كلاس تاعنا نص كاس. درت انايا هنايا 2 حبات بيض كاملين و3 صفر، والبياض راني محتفظه به باش نستعمله من بعد. ونخلط مليح مليح بيديا حتى نذوب كامل هذيك الزبده بيديا، تطرى معايا مليح مليح كما راكم تشوفوا. ونتحصلوا على هذا القوام تاع الزبده كما راكم تشوفوا. ونجو نضيفوا لها الكاوكاو الناعم اللي نحيناه من الكاوكاو هذاك الخشن، ونضيفوا الفارينة تدريجيا. نضيفوا شوية فارينة، ونضيفوا ايضا خميرة الحلويات، ديروا باكي اول تاع الخميرة تاع الحلويات، ونضيفوا من الباكي الثاني مغرفة نتاع خميرة، نضيفوا مغرفة تقريبا نص الباكي، ونخلطوا باليد تاعنا، يعني نخلطوا بصبحتينا، خلطي بصبحتك، خلطي ما تدلكيهاش، خلطي غير بصباحتك. طمي العجينه تاعك بصباحتك وضيفي الفارينه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه ماهيش يابسه، يعني شويه تلصق في اليد. لازم العجينه ما تكونش يابسه، تكون شويه طريه، شويه تلصق في اليد وتقدري تتحكمي فيها كما راكم تشوفوا. كما راكي تشوفي يعني سييت طمي العجينه تاعك حتى تحصلي على عجينه طريه. شوفي بهذا هنا راني نلف العجينه تاعي تحصلي عليها بهذا القوام كما راكي تشوفي. نخلو العجينه تاعنا بتجيه ونروح نغسل يديا ونعاود نولو للعجينه تاعنا. هنايا جبت لي كيسات كما راكم تشوفوا ودرتهم في البلا تاع الكوشه، وجبت البيض تاعنا اللي كنا نحيناه من قبل وخلطناه مليح مليح. خلطي البياض تاعك مليح مليح حتى يروحوا له كامل هذوك الخيطان، خلطيه مليح مليح. ونجو للعجينه نشكلوها كويرات صغار كما راكم تشوفوا، دي بول صغار كما بهذا الحجم. حاولي انك ديريهم بهذا الحجم ونغطسوهم في البيض ونديرهم في الكاوكاو نتاعنا اللي كنا طحناه، كاوكاو يكون شويه خشين. شوفوا باش يعطينا هذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نسي معكم وخد اخرى، حبه وخد اخرى. سيي انك العجينه بصبحتك تشكلي دي بولات كما راكي تشوفي، ونغطسهم في بياض البيض ونديروهم في الكاوكاو. يعني الكاوكاو من الاحسن يكون شويه خشين، تنحيلو كامل هذاك الرطب
هذاك الرطب انا نحيته ودرته في وسط العجينه كما شفتوا. شوفوا، يعني حاولي انك ديري الحبات كامل متساويين في الحجم، وديريهم في بياض البيض كما راكي تلاحظي. دير في بياض البيض، ومن بعد نديروهم في الكاوكاو تاعنا خاشن. طحني الكاوكاو يعني وخليه شويه خشين كما راكي تشوفي. وكي تكوني تطحنيه في الميكسور تاعك تطحنيه، ما تطحنيش على العجين، طحني وحبسي طحني وحبسي، راح تحصلي على هذا الكاوكاو خشين. يعني ما تطحنيش ديراكتومون، راح يخرج لك كامل رطب. يعني طحني وحبسي، مثلا تضربي وحبسي، موشي راح يطحنوا لك ناعم بزاف، تحصلي عليه خشين كما راكي تشوفي. نكملوا كامل الحبات تاوعنا. وفي هذا الوقت شعلي الكوشة على 170 درجة، وخليه يطيب من التحت ومن بعد من الفوق. كي تسخن الكوشة ديريه في الكوشة، خليه يطيب من التحت ومن بعد شعلي له من الفوق غير شوية، من الفوق ماشي بزاف. هنايا دوك نروحو نديروه في الكوشة. قبل ما نديروه في الكوشة انايا راح درتلو الكاوكاو. سيت الكاوكاو ديري فيه كامل، يعني حطي الحبة تاع الكاوكاو حتى للتحت. كي راح لا حطيتيها غير من الفوق، كي ينتفخ راح طير هذيك الحبة تاع الكاوكاو. حبة تاع الكاوكاو هبطيها بصبعك حتى للتحت كيما هكذا، كيما راكي تشوفي. شوفوا بعد ما طاب المشوك تاعنا، تجيبي حسيلة تكوني يعني خدمتيها، ولا حسيلة ديريكت واجدة، ولا وديري له عسليه من الفوق كيما راكي تشوفي. هو سخون، يعني غير تخرجيه من الكوشة نعسليه. انا هنا خرجته من الكوشة راني نعسل فيه. شوفوا يعني ما تحمريهش بزاف من الفوق، غير شويه. وعسليه وهو يكون سخون باش تدخل فيه كامل الحسيله لقلب الحبه كي يكون سخون. والحسيله راهي بارده. الحسيله لازم تكون شويه ثقيله، ما ديريهاش يعني خفيفه، تكون شويه ثقيله. وفي الاخير هاوينا المشوك تاعنا واجد معانا كيما راكم تشوفوه. عامينا المشوك تاعنا واجد. انا جاتني تقريبا 40 حبة تاع هذا العبر، دار لي 40 حبة تاع مشوك. شوفوا كيفاش يجي معنا المشوك نتاعنا، لاحظوا كيفاش يجي. شوفوا كيفاش يجي معنا ومعسل حتى للقلب. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم، ومع السلامة في فيديوهات قادمة ان شاء الله.